بصوا بقى كده ومن الآخر النهاردة هنعمل مع بعض أسهل وأحلى مربع جروني، حاجة كده في السريع وتنفذي بيها شغل كتير جدا. سواء بقى مفارش عايزة تكبريه وتعملي مفرش، تعملي منه وحدات، تعملي منها مفرش للسرير، أي حاجة أي حاجة. حقيقي بينفع في حاجات كتير. أول حاجة هحتاج إن أنا أعملها، هحتاج إن أنا أعمل اللي هي الغرزة السحرية. أعتقد يعني هي واضحة شوية، يعني لو حابين إنكم تفهموها أكتر اكتبوا لي ده وأنا هوضحها أكتر. باعمل بقى في العقدة السحرية دي، باعمل فيها 12 عمود بلفة. وأفضل حاجة وانتي بتعملي حاجة بأعداد، طالما هنركز على عدد لازم تعدي كل شوية عشان شغلك ما يبصش، عشان ما نلاقيش في الآخر الدايرة فيها اعوجاج داخلة لجوه مقوسة. المشاكل دي كلها بتكون بسبب العدد الغلط. أول حاجة إن أنا هعملها خالص هعمل 12 عمود بلفة في نفس السلسلة، يعني اللي هي الغرزة. كده كده تمام. هعد تاني. العقدة دي بيكون ليها خيط صغير كده بنقوم شادينه جامد، بيروح جاي قافل عليهم. تمام كده بقى اقدر ان انا اقفل بمنزلقة. مش هنعتبر الثلاث غرز الاولانيين دولت ارتفاع، تمام، احنا يعني هنتجاهلهم. تمام كده اول راوند خلص، وهفنش واقفل الشغل عليه. لو انت حابه بقى انك تكملي بنفس اللون، بس يعني مش هيكون لطيف قوي. مربعات الجراني معروفه بان هي بتكون يعني ايه، الوان كتيره داخله في بعضها كده، يعني كل سطر بيكون بلون مختلف. فانا هغير للون النبيتي، بيمشي حلو مع البيج. في نفس المكان اللي انا قطعت منه الخيط هبدأ ان انا اوصل تاني. آه، كل اللي انا بعمله ان انا بعدي الابره وبعدي الخيط واعمل عليه عقده زي عقده البدايه كده، وببدأ ان انا اتعامل عادي بقى بشتغل. والخيط الزايد ده انا باخده في الشغل وانا ماشيه، يعني بكلفاته كده معايا. هدخل بقى في كل غرزه، في كل عمود يعني، وهعمل فيه غرزه بف. يعتبر من احلى الغرز اللي هتستخدميها في الجراني. هعمل فيه يعني في كل غرزة غرزة، مش هعمل تزايد ومش هعمل أي حاجة تانية، هي غرزة البف. تدخلي في السلسلة وبتاخدي 3 غرز على الإبرة. تمام، يعني بتدخلي مرة واتنين وتلاتة وبتسحبي معاكي كده كأنك هتعملي وما بتطلعيش. وبعدها بتقفلي عليهم بمنزلقة، تطلعي منهم مرة واحدة وتقفلي عليهم بمنزلقة. شايفين ادي واحد، ادي اتنين، وادي التالتة. هطلع منهم كلهم مرة واحدة واقفل عليهم بالمنزلقة. بس هي دي غرزة البف، وهمشي عليه على ال 12، وهيبقوا 12 برضو. وما تخافيش، مش هتكمش معاكي بقى ولا هتعمل، هي هتدي نفس الشكل عادي. كده انا خلصتها، هقفل برضو بمنزلقة. وزي ما قلت لكم احنا ما بنحسبش الثلاث سلاسل الاولانيين ارتفاع، لا ما لهاش دعوة. زي ما قلت لكم لازم نتأكد كل مرة من العدد عشان ما يبوظش حاجة لينا. طيب، آم، خلصت برضو الخيط دوت، وهبدأ في الراوند التالت فهجدد خيط تاني. يعني يعتبر الأفضل إنك تدخلي يعني لون فاتح، لون غامق، لون فاتح كده، يعني بيدي أشكال لطيفة. هبدأ بالأبيض. نفس الحكاية تاني، هدخل من نفس المكان برضو اللي أنا نهيت. هو في الحتة دي أنا سرحت شوية فخدت المربع ومشيت، فانتوا يعني ركزوا معايا كده، أنا هقول لكم اللي كان بيحصل في الحتة دي. أنا عملت الخيط وارتفعت 3 سلاسل. تمام، وبدأت إن أنا طبعا غرزة الباب بيكون في بينها كده فرق. تمام، الفرق ده احنا هنشتغل فيه، احنا مش هنشتغل في الغرزة نفسها، مش هندخل في الخيط نفسه، لا هنعمل في الفرق ما بين كل غرزة وغرزة، وهنشتغل 3 عواميد بين كل واحدة. تمام، اهو زي ما انتم شايفين كده بين الغرز مش فيها. هنشتغل 3 عواميد بلفة. وهنعمل ايه بقى، هنعمل 2، وفي التالتة هنعمل 3 منزلقة. 3 يعني كل هنقسم ال 12 عشان نعمل 4 زوايا. فهنعمل 2 عاديين خالص، والتالتة بقى عملتها هو ال3 عواميد، وعملت غرزة منزلقة، وهدخل في نفس ذات المكان وهعمل فيه كمان 3.
بحيث ان هي تديني ايه زاوية كده. شايفين اهو نفس المكان عمل لي زاوية، حتى هي بانت من اول مرة. هكمل بس بقى بنفس الطريقة دي كده، وهعد الشغل برضو متنسيش، هعدي 1 2 وفي التالتة هتعملي ايه، تعملي 2 في نفس المكان بينهم منزلقة. لو عايزة بقى تعملي سطر كمان بيوضح اكتر واكتر، بس انا الصراحة هكتفي باللي انا بعمله دلوقتي ومش هكبر عن كده. دي التالتة اهي، هعمل فيها تاني. شايفة يعني عملت راسين اهوت في نفس ذات اللوحة. بس شايفة السهولة يا ستي، 3 راوندات بيعملوا لك المربع دوت. المربع ده بقى انت ممكن مثلا يعني تكتفي بكده وتروحي جاية عاملة، بس يا حبيبي تروحي جاية عاملة كذا واحد يعني كتير بنفس ذات النمط والالوان وكده، وتقومي حطاهم يعني مشبكاهم في بعض. تعملي بقى مثلا اي حاجة، حرفيا بيتعمل بيهم اي حاجة، بيتعمل بيهم جواكت، بيتعمل بيهم مفارش، بيتعمل بيهم حتت بتتحط على الركنة كديكور، بتعملي بيها كوفية، في ناس بتعمل منها شرابات، ففي لها أفكار كتير قوي يعني. هي ميزتها إن هي سهلة وبتخلص على طول، دي ميزة فيها، وبصراحة هي حلوة. آه، يعني ده يعتبر الفيديو كله النهاردة. لو عندكم بقى أفكار تانية عشان الواحد يعني ايه نفض أفكار، اقترحوا عليا الفيديو الجاي يكون ايه، وما تنسوش الدعم. بس كده انا يعتبر وصل لاخر حاجه اهو. اصلا نص الفيديو طاير في ان انا مصوره غلط، بس يعني معلش يا جماعه لسه بنتعلم. آه كده خلاص اهو اتشبكت وخلص. شايفين شكله جميل ازاي، لطيف لطيف وسهل، مفيش حاجه بقى. آه ده كان فيديو النهارده، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.